انت فعلا عملتي انجاز كبير، بس استني التحدي الحقيقي لسه جاي. التثبيت هو اللي بيحدد اذا كنتي هتحافظي على نتيجتك ولا ترجعي تاني لنقطة البداية. في المرحلة دي جسمك بيكون لسه مش مصدق ان الرجيم خلص، فبيحاول يخزن اي اكل زيادة، عشان كده لازم تديه وقت يتأقلم. اول خطوة زودي اكلك بالتدريج، كل اسبوع حوالي 100 الى 150 سعر حراري بس، ده بيخلي الجسم يفهم ان مفيش مجاعة وما يرجعش يخزن دهون. تاني خطوة المية، لازم تشربي كفاية يوميا على الأقل لترين، لأنها بتساعد الجسم يوازن نفسه. وتالت خطوة الحركة، حتى لو مشيتي نص ساعة المهم جسمك يفضل نشيط عشان معدل الحرق ما يقلش. رابع حاجة النوم الكفاية، لأن قلة النوم بتزود الجوع والرغبة في الأكل. وما تقلقيش لو الميزان زاد كيلو أو 2، دي مية أو أكل لسه ما اتهضمش مش دهون. وافتكري دايما التثبيت مش رجيم، ده أسلوب حياة يحافظلك على كل تعبك. واستنوا الفيديوهات التانية. سلام.